متمثلا قول فريدريك نيتشه: أعظم الأفكار تأتينا ونحن نمشي. كتب سفيان مخناش روايته الأولى لا يترك في متناول الأطفال عام 2012 في سيارته أو في وسائل النقل التي يركبها، وكذلك ألهم في إبداعه الجديد. لا يترك في متناول الأطفال، وهي باكورة أعمالي صدرت عن دار ميم للنشر سنة 2011 في طبعتين. الطبعة الثانية كانت في 2012، والطبعة الثالثة كانت عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، حائزة على جائزة علي معاشي دورة 2012 في الجائزة الأولى في مجال الرواية. وتحت ضغط القراء الذين طالبوه بجزء ثاني لروايته الأولى، وعلى خطى أحلام مستغانمي وبلغة شاعرية واصل المسيرة في روايته الثانية مخاض سلحفاة، قصة بوذا الذي لم يعبد، والتي صدرت هذا العام واحتفى بإهدائها لقرائه. تلقيت طلبات حتى تكون هناك جزء ثاني، وبعد نقدر نقول 4-5 سنوات، يعني حاليا في 2016 أصدرت روايتي الثانية مخاص الحفاة، وهي الجزء الثاني لرواية لا يترك في متناول الأطفال. مخاص الحفاة هي تابع جزء ثاني صادرة عن دار ميم للنشر كذلك، طبعتها الأولى، وهي تكملة للا يترك في متناول الأطفال. ترجل سفيان عن صهوة المحامي ليركب سفينة الرواية، حالما بأفق جميل في مجال الكتابة، ليقول للناس: ما يزال للحكاية فصول كثيرة لم تروى بعد.